إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، قال ربنا الكبير جل وعلا في تنزيله: والفجر وليال عشر. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة، كما ذكر ذلك ابن كثير، أنها العشر الأوائل من ذي الحجة. وربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الليالي لمزيد فضله وكرمه فيها. لذلك صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيها أزكى عند الله من هذه الأيام، من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي إلا من كان مجاهدا خرج في سبيل الله في جهاد صحيح تحت راية ولي أمر وبأمره وتنفيذه، خرج يقاتل الكفار. عند ذلك قتل وفقد جميع ماله، فأصبح لا مال له ولا نفس له. هذا هو الذي يساوي هذه الفضيلة في هذه الأيام. ولذلك اعلموا رحمني الله وإياكم أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في هذه الأيام: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما هل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن التكبير في هذه الأيام يا عباد الله، وفي هذه الليالي، ويسمى عند الفقهاء بالتكبير المطلق، من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. هذه سنة ثابتة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق فيكبر الناس بتكبيرهما. أورده البخاري في صحيحه. أيها الأحبة الفضلاء، نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يرشدنا إلى الخير كله
ويحثنا على الخير كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وفي هذه الأحاديث منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير ولا أفضل عند الله من هذه الأيام. والعمل الصالح هنا يا عباد الله لم يحدده رسول الله ولم يعينه، بل جعله عاما في كل عمل صالح. والأعمال الصالحة أعظمها الإيمان بالله جل وعلا. فكثير من الناس يظن أن العمل الصالح محصور في الصيام فقط أو في التكبير فقط. لا يا عباد الله، بل كل عمل صالح. وأعظم الأعمال الصالحة تصحيح اعتقادك في ربك وإخلاص عبوديتك له سبحانه، فلا تتوجه إلا للمنعم بشكر نعمه، ولا تتوجه لرغبتك ورهبتك، ولا تطلب إلا للقوي الغني العزيز الرزاق القوي المتين. لا تسأل عبدا ميتا فقيرا ولا مخلوقا حقيرا، فكل هذه المخلوقات فقراء إلى رب الأرض والسماوات، لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا. فإن سيد السادات وخير الأنام عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، بل إنه عليه الصلاة والسلام شدت رأسه، فتحت رأسه، وكسرت رباعيته، أحد أسنانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجحش في ركبته، وكاد أن يقتل وهو سيد الأولين والآخرين، فما استطاع أن يدفع عن نفسه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لابنته وفلذت كبده: أحب الناس إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، يقول لها: اعملي يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول عمه العباس: يا عباس بن عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول عمته صفية. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحب الناس إليه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك من هو أقل منه قدرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، كيف وقد قال الله جل وعلا في تنزيله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وسمعتم الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ينقطع عقد زوجته فيبحث عنه، وقد كان العقد تحت البعير الذي كانت تركبه ولا يدري أين العقد، أين عقد زوجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك يصلي عليه الصلاة والسلام، يصلي وفي نعله قدرا، فلا يعلم بنجاسة نعله وهو يصلي إلا لما أعلمه جبريل بذلك. وكذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يأكل من الشاة المسمومة وهو لا يعلم حتى أعلمه جبريل بذلك. فانتبهوا يا عباد الله، هذا سيد الأولين والآخرين، لا يملك نفعا ولا يملك ضرا ولا يعلم الغيب، فكيف غيره؟ فكيف بغيره؟ فهذا من أعظم الأعمال أن تعتقد أن علم الغيب اختص به الله جل وعلا، ولا تسأل أحدا عن معرفة غيب، فالله جل وعلا خص ذلك بنفسه. فعلينا أن نتوجه إليه سبحانه بالعفو والمغفرة والرحمة، أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن لا نسأل مخلوقا. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،
هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا لابد أن تمتلئ قلوبنا بعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة، فهذا أعظم من التكبير والتسبيح والأضحية بل والصلاة المفروضة. فلا تصح صلاة عبد ولا يصح صومه ولا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا إلا إذا كان مخلصا لله في سائر عباداته. فمن عبد الله بسنين عددا يصلي قائما صائما لا يكاد يفتر عن ذكر الله، ثم طلب المدد من غير الله أو طلب الولد من غير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله، هذا كله قد بطل عمله وذهب هباء منثورا. فربنا جل وعلا يقول في تنزيله للأنبياء جميعا بعد أن ذكر 18 نبيا، قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أعظم الأعمال بعد توحيد الله جل وعلا توحيد المتابعة لسيد الأولين والآخرين، توحيد المتابعة للنبي الكريم. فلا نعبد الله إلا على طريقة محمد بن عبد الله، لا نعبد الله إلا على طريقة سيد الأولين والآخرين، لا نعبده على طريقة عمرو ولا طريقة زيد، إنما نعبده على الهدي النبوي. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. ويقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل تسبيحة لابد أن تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. تلاوتك للقرآن، برك بوالديك، إحسانك للناس، كل ذلك تتبع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين في الخلق وفي الأدب وفي الصفح وفي العفو وفي الصلاة وفي الحكم وفي القضاء وفي البيت وفي المتجر وفي كل مكان. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله واحد. فربنا جل وعلا يقول ادخلوا في السلم كافة. فالدين يشمل جميع أمور الحياة، ليس الدين في المسجد فقط، الدين في البيت وفي المتجر وفي المستشفى وفي الشارع وفي كل مكان. أما أن تكون أخلاقنا بعيدا عن هدي نبينا فإن هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أن لا تؤثر صلاتنا في ألسنتنا وفي أعيننا وفي قلوبنا فهذا معناه أننا لم نستفد من صلاتنا شيئا. فإن الله قال في تنزيله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وربنا جل وعلا يقول في الصيام أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لعلكم تجوعون لعلكم تظمؤون، لا، لما قال ماذا؟ لعلكم تتقون. وربنا جل وعلا قال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة لكي يفقروا، لا، ماذا قال؟ خذ من أموالهم تطهرهم بها وتزكيهم. فالزكاة تطهر القلوب، تطهر الأخلاق، تطهر كل شيء. أما إذا كانت لا تطهر فمعناها أنك خلل فيك، أنت لم تحسن العبادة، أنت لم تحسن العبادة ولم تسعى لتحقق العبادة التي أرادها الله جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، بعد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أعظم الأعمال في العشر خاصة وفي غيرها عامة، تأتي الصلاة المفروضة، فهذه من أعظم الأعمال. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن ربه في الحديث الإلهي يقول الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب إلى الله بالفرائض أعظم من التقرب إليه بالنوافل. فعجبا لمن يقيم الليل ثم لا يصلي المسجد ثم لا يصلي في المسجد صلاة الفجر، هذا مسكين، هذا
بنى قصرا وهدم مصرا، هذا ارتكب جرما، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بالنافلة ثم يترك الفريضة. هل يصح للإنسان أن يفطر في رمضان ثم يصوم يوم الاثنين والخميس؟ هل هذا دين وهل هذا عقل؟ لا، بل لابد أن تؤدى الفريضة، وصلاة الرجل في المسجد فريضة. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الصلاة للرجال في المسجد فريضة. فربنا جل وعلا قال في تنزيله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإن كنت من هؤلاء الذين قال بهم رجال فعليك أن تؤدي ما وصف الله به الرجال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. ما قال مباراة، ما قال سوالف وتسالي، لا، قال لا تلهيهم تجارة. التجارة التي هي قوام الحياة عليها، فالناس يحتاجون إلى التجارة، بيع وشراء، من يستغني عن هذا؟ ومع ذلك ربنا يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال يا عباد الله، هؤلاء هم الرجال. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نركع مع الراكعين، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والراكعون أين يركعون؟ أيركعون في البيوت؟ هل الناس يصلون جماعة في بيوتهم؟ ولماذا بنيت المساجد؟ ما الهدف من بناء المساجد؟ ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقوم بالهم بتحريق البيوت على من صلى في البيت وترك الصلاة في المسجد؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يهم بأمر هكذا يحرق من أجل البيوت إلا إذا كان أمرا متحتما؟ ولماذا رب البرية يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في القتال والحروب؟ في القتال يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يصلي بالناس جماعة في حال الحروب والقتال، فكيف بالسلم يا عباد الله؟ ومن أعظم الأعمال أحبتي الكرام تصفية القلوب وتنقيتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم مقاصد الشريعة ومن أعظم غاياتها ائتلاف الأمة وجمع الكلمة ونبذ الفرقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يؤسس لدولة الإسلام بناها على دعائم عظام، من أعظمها أنه آخى عليه الصلاة والسلام في مكة أولا بين المهاجرين بعضهم بعضا، ثم آخى في المدينة بين المهاجرين والأنصار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أعظم مقاصد الشيطان ومن أعظم أسباب الفساد التي يبثها في الناس هي إلقاء العداوة وإفشاء الخصومات. فربنا جل وعلا يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا كلام ربنا جل وعلا. ولذلك عباد الله، إن الله جل وعلا يغفر لكل من كان صائما في يوم الاثنين والخميس،
إلا لصنفين من الناس. انظروا إلى خطورة الأمر، يغفر لكل الناس إلا لصنفين منهم: المشرك عياذا بالله، ثم الذين يتخاصمون، ثم الذين يتخاصمون يا عباد الله. يغفر لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. وربنا جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي، إن كنا عبادا له سبحانه فعلينا أن نستجيب. إن كنت عبدا لله فعليك أن تستجيب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان قد تقول كلمة، تتلفظ بلفظة يوقعها في أذن أخيك على أنها سباب أو على أنها أذية وأنت ما أردت، لكن هكذا الشيطان. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون لكنه رضي بالتحريش بينهم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمصافحة وأمرنا بالصلح وامتن علينا بأعظم نعمة، فقال للصحابة رضي الله عنهم: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال جل وعلا: والصلح خير. والصلح خير. هذا كلام من؟ كلام الخالق، كلام الرزاق. إياك أن تنتصر لنفسك، إياك. وخذ يا عبد الله هذه النماذج من الجيل الأول، الجيل المرضي عنه، الذي لن تدخل الجنة أنت ولا أنا إلا بسلوك مسلكهم، وإلا فالجنة محجوبة مغلقة على من لم يسلك مسالك الجيل الأول. هذا سيد من سادات الجيل الأول، بل هو سيدهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. من حديث الصحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام متغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم قد غامر، أي خاصم. ثم ذكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما دار بينه وبين الفاروق: هذان الإمامان الفاضلان الكبيران العظيمان سيدا كهول أهل الجنة اللذان قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ليسوا بمعصومين، هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وليس العيب أن أخطئ، فكلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء. العيب الكبر والتمادي في الخطأ وعدم الرجوع إلى الصواب. أما الخطأ فهذه طبيعتنا، وهذه كما قلت قصة فيه. نسأل الله أن يعصمني وإياكم المسلمين من ذلك. انظروا ماذا يقول الصديق رضي الله عنه: كان بيني وبين عمر، أي أبو بكر رضي الله عنه كلم عمر الكلمة أساء فيها الفهم عمر أو أساء فيها اللفظ أبو بكر رضي الله عنهما أجمعين. ثم في نفس اللحظة ذهب الصديق إلى عمر وطلب منه العفو في نفس اللحظة. هكذا أهل الإحسان، هكذا أهل التقوى. فربنا جل وعلا وصف المتقين فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما قال بعد ساعة بكرة أتوب، لا، مباشرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. عند ذلك ماذا فعل؟
لما طلب الصديق من الفاروق العفو والفاروق لم يقبل عذره مرة مرتين ثلاث، فذهب الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، فذهب مغضبا من فعل عمر. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تغير على عمر وشد عليه في العبارة وأنكر عليه إنكارا شديدا، كيف لا يقبل من أخيه؟ لما اشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، انظر إلى الصديق، فما كان منه إلا أن دفع على ركبتيه وقال يا رسول الله إني كنت أظلم، أنا الذي بلغت بالخطأ، إني كنت أظلم، حتى لا يشتد غضب النبي على من؟ على صاحبه، على الفاروق. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الفاروق وقال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ آمن بي حين كذبني الناس ووساني بأهله وماله، وأخذ يبين فضائل الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا الموقف الأول. ثم انظروا إلى الموقف الثاني الذي مدح فيه هذا الرجل وأصبح سيد آل بيت النبي بعد أبيه. هذا هو من؟ الحسن بن علي بن أبي طالب. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، فالحسن أفضل من الحسين مرتبة ومنقبة. والنبي هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن الحسن ورضي الله عن الحسين ورضي الله عن جميع صالح آل بيت النبي وصحبه الكرام. أيها الأحبة الفضلاء، فماذا كان من الحسن رضي الله عنه وارضاه؟ ما الذي جعله يبلغ هذه المرتبة؟ جعله يبلغ هذه المرتبة يا عباد الله ما كان بسبب فيه من التنازل عن حقه الذي هو جدير به. لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، جمعا لكلمة الأمة وطلبا للصلح وجمع الكلمة. هذه هي أخلاق الفضلاء الأشراف النبلاء الأخيار. واعلموا رحمني الله وإياكم أن وزر الخصومة كما سمعتم يهدم الله قبول عمل هذا الذي فعل. بل ليس هذا فقط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الذي يهدر أخاه سنة كسفك دمه، فالذي يهدر أخاه سنة كالذي سفك دما أي قتله، وجزاء القاتل كما تعلمون في كتاب الله. ربنا ماذا يقول سبحانه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل يعني حرام، يعني مرتكب منكر. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. عباد الله، إن الاختلاف وارد، والصحابة اختلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الاختلاف مع الإجلال والتقدير والاحترام والتوقير والألفة. فإن الله كما سمعتم في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعزني وإياكم بدينه، وأن يجمعني وإياكم على طاعته، وأن يعيذني وإياكم من نزغات الشيطان، وأن يجمع قلوبنا على ما يرضيه ولا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يوفق ولاة بأمور المسلمين عامة وولاة أمور بلادنا خاصة لإقامة الدين، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يرزقهم الحكمة والبصيرة، وأن يرزقهم الرحمة بالمسلمين. اللهم تولى أمورنا واصلح فساد قلوبنا، واصلح فساد قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم تولى أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم ارحم والدينا وارحم امواتنا اجمعين، وارض عنا وعن المسلمين، واخلص نياتنا يا رب العالمين. اللهم اخلص نياتنا، اللهم اخلص نياتنا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا.
اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تتوفنا وانت راض عنا. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم اصلح ذرياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا اجمعين. اللهم اصلح ذرياتنا اجمعين واشفنا من الامراض ظاهرها وباطنها. اللهم اشفنا من الامراض ظاهرها وباطنها. اللهم انا نسالك ان تغنينا من فضلك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.